أهلا بيكم في طريقة الإمبراطور، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لبرج الدلو وطاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج. برج الدلو أنا شايف إن زي ما هيكون في تعويض كتير جدا من ربنا ليكم. بعد يمكن فترة تعب، حزن، خذلان، حاجات كتير انتوا يمكن مريتوا بيها. في حاجة ممكن تكونوا بتدوروا عليها، حاسين ان انتوا مش لاقيينها او مش هتلاقوها او عمركم ما هتقدروا تصادفوا الشخص اللي انتوا هتحسوا بانجذاب ناحيته او هتحسوا بالحب معاه. يمكن انتوا كتير بتطلبوا من ربنا او بتتمنوا كتير، يمكن تكونوا قلوبكم زي ما يكون موجوعة. يعني ممكن البعض منكم أصابوا اليأس أو الإحباط فيما يخص العاطفة أو فيما يخص إن انتوا تلاقوا الشخص اللي انتوا بتحبوه. بس أنا شايف إن يمكن قريب جدا هتلاقوا الشخص اللي انتوا هتحسوا معاه إن ده فعلا الشخص اللي يستحق الانتظار، وهتحمدوا ربنا إن كل ده حصل في حياتكم عشان تقابلوا الشخص ده. في حاجات مش هتمشي بالطريقة اللي انتوا حاسبينها، مش زي ما انتوا كنتوا مرتبين. انتوا بعد ما تلاقوا اللي انتوا عايزينه وتلاقوا الشخص اللي انتوا ممكن تكونوا بتحلموا معاه بالاستقرار، بالأمان، الشخص اللي فعلا يحبكوا لنفسكم، يبادلكم نفس الحب وأكتر من كده كمان، هتحسوا زي ما يكون انتوا ارتحتوا، وإن زي ما يكون بقى في عندكم توازن في حياتكم وتوازن في أفكاركم وتوازن في مشاعركم. هتحسوا بالسلام والطمأنينة. أنا شايف إن انتوا الاتنين هتكونوا كتير مبسوطين وهتبادلوا بعض الحب، وتعاملكم مع بعض هيكون صادق، مش هيكون في لف ودوران. يمكن الحزن اللي انتوا مريتوا بيه أو التجارب أو الخذلان اللي انتوا تعرضتوا لها، يمكن ده هيساعدكم إن انتوا تعرفوا فعلا لما تقابلوا الشخص الطيب أو تقابلوا شخص ما ينفعش إن انتوا تفقدوه. أنا شايف إن في تعويض من ربنا كبير جدا ليكوا. يمكن الحاجة دي ابتدت طاقتها إنها تبقى موجودة في حياتكم وانتوا مش مدركين، لأن اللي انتوا شاغلين بالكم بيه بس أو تفكيركم بيه ممكن يكون الخذلان أو التعب اللي انتوا مريتوا بيه. أو يمكن بتحسوا إن انتوا يعني بتطلعوا من حفرة تقعوا في ضحضيرة. بس انتوا إيمانكم بربنا كبير. انتوا حاسين إن ربنا هيديكوا اللي انتوا بتدوروا عليه واللي انتوا بتتمنوه. حاسين إن يمكن في عوض كبير من ربنا ليكم. انتوا عندكم الثقة في ربنا إن هو هيعوضكم. يمكن زي ما يكون ليكم أمنية وانتم زي ما يكون سايبينها على ربنا إن هو يختار الوقت المناسب ويحقق الأمر ده. أنا شايف إن انتوا محتاجين أي حاجة حصلت ترموها ورا ظهركم، أي حاجة تعبتكم، أي ذكريات ممكن تكون سامة لحياتكم لطاقتكم، أو حتى أشياء انتوا بتمتلكوها سواء كانت هدية، سواء كانت حاجة من شخص أثناء ما انتوا بتفكروا بتسبب لكم ألم. محتاجين إن انتوا تتخلصوا من أي حاجة ممكن تكون تعباكم أو بتأثر عليكم سلبيا، لأن أنا شايف إن في بداية جديدة هينسيكم أي حزن، أي تعب مريتوا بيه في حياتكم. انتوا يمكن اتخذلتوا كتير ويمكن تعبتوا كتير بسبب الخذلان. بس ده كله ارموه ورا ظهركم، ما تفكروش فيه، ما تدلوش اهتمام. حافظوا على ما تبقى من طاقتكم، خلي عندكم أمل، خلي عندكم تفاؤل طول ما انتوا أساسا واثقين وواضعين إيمانكم بربنا إن التعويض جايلكم أو العوض ربنا جايلكم. أنا شايف إن انتوا يعني هتقابلوا الشخص اللي انتوا الاتنين هتبادلوا بعض الحب والشغف، الثقة. هيكون في مش بس تواصل، ده انتوا كمان هتفهموا بعض حتى من غير ما تتكلموا. هيكون في تواصل روحاني ما بينكم انتوا الاتنين. انتوا نزل لكم كارت اللافرز، يعني أقوى كارت حب، يعني حبكم هيكون متبادل. وده أول كارت نزل لكم هو كارت اللافرز هنا. يعني حبكم هيكون متبادل وهيكون حبكم صادق. في حاجات انتوا بتعملوها أثناء ما انتوا بتدوروا على الشخص ده، أو ممكن يكون في أسئلة بتدور في دماغكم بتدوروا على أجوبة ليها. حاجات انتوا عايزينها بتسعوا ليها. يمكن انتوا أثناء الرحلة دي ممكن تجرحوا نفسكم، ممكن طاقتكم تستنفذ أكتر ما هي. في حاجات محتاجين إن انتوا تكونوا حريصين فيها. في حاجات مش هتمشي بحساباتكم زي ما قلت لكم. في حاجات محتاجين إن انتوا ترتاحوا شوية من التفكير، ترتاحوا من اللي يعني بيدور في عقولكم، لأن أنا شايف إن في تحقيق لأمنية، الحلم، الوصول لهدف. أنا شايف إن انتوا هتحصلوا على الحب وروحكم هترجع لكم من تاني. الابتسامة
هترجع لكم من تاني، هتحسوا بالارتياح، في زي ما يكون تعويض من ربنا. الثقة والإيمان اللي انتوا يعني وضعتوها في ربنا، أنا شايف إن هو يعني هيعوضكم أضعاف من اللي انتوا تمنيتوه. الشخص اللي انتوا هتقابلوه هيكون ما بينكم حب قوي جدا، أو هتكون علاقة يعني صحية، هتكون علاقة متبادلة، هتحسوا بعديها بالاستقرار، هتحسوا بعديها بالتوازن في حياتكم وأهدافكم، وهتسعوا إن انتوا تكونوا من الأفضل للأفضل. أنا شايف إن انتوا هتحبوا بعض جدا جدا، وهتقدروا يعني تفرقوا ما بين الأشخاص فعلا اللي بتحبكم والأشخاص اللي ممكن بتكون بتضحك عليكم. هيبقى في ناس كتير يعني بعد الحاجات اللي ربنا هيكرمكم بيها أو هيرزقكم بيها هتحقد عليكم، وهتتصدموا في ناس كتير. بس أنا شايف إن انتوا هتقدروا تتفادوهم وتتخطوهم وكل حاجة مع بعض، وهتعيشوا في سعادة ببداية جديدة. بس عايزكم تتخلصوا من كل الأفكار السلبية، لأن أنا شايف حاجة حلوة كتير جاية لكم في الطريق، فما تيأسوش. لو عجبتكم القراءة اشتركوا في القناة واعملوا لايك للفيديو.